السلام عليكم. الخوف من الامتحانات واحدة من أكثر الأشياء اللي تواجه الطالب. هذا شيء جدا طبيعي لأن احنا حاليا بامتحانات أخير السنة. فموضوع الخوف من الامتحان هذا شيء جدا طبيعي لكل طالب. بس المشكلة إن هذا الخوف اللي أنت مو تخاف، هذا الخوف راح يسيطر عليك. فهذا الخوف من راح يسيطر عليك أنت، حتى لو كنت حافظ الملزمة وحافظ الكتاب صفحة صفحة وحافظ حتى رقم الصفحة ورحت للامتحان خايف، بالامتحان شكو شيء قرأته راح تنساه وما راح تجاوب بالامتحان. فبهذا الفيديو إن شاء الله راح نحكي أشياء مفيدة. ان شاء الله هاي الاشياء تحاول تقلل من الخوف اللي يصير عندك بالامتحانات. اول شيء عندي لك سؤالين اريدك تجاوب، يعني انت بنفسك اريدك تجاوب على هذين السؤالين اللي راح اقول لك. اول سؤال: هل انه الامتحان مال اخير السنه اللي انت رايح تمتحنه اول امتحان راح تمتحنه بحياتك، لو انت ممتحن قبل امتحانات؟ جوابك اكيد انت ممتحن قبله هواي امتحانات، سواء بهاي المرحله اللي قبلها بالابتدائي، يعني انت قضيت كل عمرك وحياتك بالامتحان. فهذا مو اول امتحان راح تمتحنه على مود تخاف من الامتحان. السؤال الثاني: هل انه مستقبلك واقف على هذا الامتحان اللي انت راح تمتحنه؟ يعني تجاوب او ما تجاوب بيه تحصل المستقبل، او ما تجاوب بيه ما تحصل هذا المستقبل؟ الجواب اكيد لا. جبت 50 جبت 100 انت ناجح اول شيء. وطبعا اذا انت كنت طالب سادس اكيد يفرق وياك. بس هسه خلينا نحكي على الطلاب اللي مو طلاب سادس، ان شاء الله نرجع لكم طلاب السادس بعدين. وطلاب السادس مثل ما قلت لكم بالتعليقات، الله شاهد لا ناسيكم ولا هاي. بس قبل امتحاناتكم كم يوم اقوم انشر عليكم نفس الطلاب الثلاث متوسط بالضبط، تمام؟ فلا تخافوا ان شاء الله انشر لكم. وعندنا سؤال ثالث. السؤال الثالث: هل انه المراقب اللي واقف عليك يراقب بالامتحان، يراقب داخل القاعه الامتحانيه شايل مسدس، واذا انت ما تجاوب على الاسئله يرميك؟ لا. فشنو هذا الخوف؟ والسؤال الرابع: هل انه مستقبلك راح يتدمر، حياتك راح تروح اذا رسبت بهذا الامتحان؟ لا. انت عندك دور ثاني وعندك بعد هواي فرص حتى تنجح. في الخوف صراحة أنا خير شيء لازم تفكر به. إذا جاوبت على هذين الأسئلة فهسه راح ننتقل على الأشياء اللي فعلا راح تقلل الخوف من عندك. شنو هو الشيء اللي يقلل الخوف؟ بطل المي. البطل المي قبل لا تروح للامتحان اشرب بطل مي، وهم لما تروح تمتحن دخل بطل مي وياكل القاع، وهناك اشرب بطل مي على راحتك، لان بطل المي هذا شيء معروف وهذا شيء علمي يقلل من الخوف والتوتر اللي عند الطالب، والخوف والتوتر بشكل عام لاي شخص. الشيء الثاني: اذا اجتك الاسئله وبديت تحل بيها فانت لا تاخذ نظره عامه على كل الاسئله. شلون يعني؟ هسه راح اشرح لك. يعني مثلا انت جاي تحل بالسؤال الاول، ركز على السؤال الاول اللي انت تحله بس، لا تاخذ نظره عامه على بقيه الاسئله، لان لا سمح الله صادفك سؤال كل شيء ما عرفت به راح تظل تخاف وتتوتر واحتمال جدا كبير انك تخسر حل بقيه الاسئله بسبب الخوف والتوتر اللي صار عندك وبسبب تفكيرك ذاك السؤال اللي ما عرفت له. وخلينا نفرض ان السؤال اللي عندك بفرعين، فانت جاي تحل بالفرع الاول، ركز على الفرع الاول هميا يعني. بس على الفرع الاول، لا تاخذ نظره عامه على بقيه الافرع ولا على الفرع الثاني. خوش حكي. وهذا الشيء هم يطبقه ويا بقيه الاسئله. شلون يعني؟ يعني مثلا انت جاي تحل بالسؤال الثاني او بالسؤال الثالث او باي سؤال، المهم ركز على السؤال اللي انت تحله بس، كمل هذا السؤال، انه ابدا حل سؤال سؤال. يعني حاصل هذا الكلام انك بس للسؤال اللي جاي تحله ركز عليه، لا تاخذ نظره على بقيه الاسئله. السؤال اللي انت تحله بيه ركز عليه بس، وطبقه ويا سؤال سؤال لحد ما تكمل بقيه الاسئله. تمام؟ اللي راح اقولها لكم هسه هاي الملاحظه دائما الطلاب توقع بها، والملاحظه تقول انك يعني انت من تحل بالاسئله اذا عندك شك ولو 1% انه جوابك هاي جوابك يكون غلط، فهذا السؤال عوفه لا تفكر به اصلا. يعني لا تظل صافن عليه وتضيع لك وقت على هذا السؤال. كمل حل الاسئله اللي تعرفها، وبعدين الاسئله الصعبه الوقت اللي يزود لها هاي خليها للاسئله الصعبه اللي عندك وظل فكر بها منها لحد نهايه الامتحان. انا مثل ما قلت لك، اذا انت متاكد جوابك يكون غلط غيره، اذا عندك شك صغير ولا تغيره. كمل حل بقيه الاسئله اللي تعرفها وبعدين ارجع لهذا السؤال وظل فكر بيه على راحتك. المهم انه انت كمل حل الاسئله اللي تعرفها وبعدين ترجع ذلك الاسئله اللي شاك بين غلط او ما تعرفنهن. واهم الملاحظه لكل طالب انك لازم تبدي بحل الاسئله اللي انت تعرفها. ليش؟ لان هاي الاسئله انت 100% ضامن درجتها. فلهذا السبب لازم انت تبدي بالبدايه بالاسئله السهله وبالاسئله اللي انت تعرفها، لان اذا الاسئله صعبه اذا بديت بحلها بالبدايه هذا الموضوع هو راح يتعبك، لان انت اول شيء ما ضامن حل مالتك صحيحه ولا. الشيء الثاني راح ياخذ منك جهد هواي وتعب هواي وتفكير هواي بهذا السؤال، وراح تخسر حل بقيه الاسئله لان احتمال جدا كبير عقلك يتعود ينسى الحل مال هاي الاسئله. فافضل شيء شو تسوي؟ تبدي بالاسئله السهله، لان احتمال هاي الاسئله السهله انت تعرف احتمال وصلتك للنجاح، فانت على مود تضمن انك ناجح او انك ضامن درجه. وطبعا هذا الفيديو موجه لكل الطلاب، لكن طلاب الثالث متوسط اولى لان امتحانهم باكر. فانت هاي الملاحظه هم تطبقها اللي قلت لك عليه. هذا الفيديو طبعا لكل الطلاب على مود لا تخاف من الامتحان، بس طلاب الثالث متوسطين امتحاناتهم باكر، فلهذا السبب قلت على الثالث متوسط.
طبعا باكر امتحانكم هو عربي والاسلاميه، فهذا الشيء هم نطبقه. السؤال اللي تعرفه حله، السؤال اللي ما تعرفه روح على السؤال وراه كمل حل ست تعرفها، وبعدين ارجع على السؤال الصعب اللي عندك، وهاي هم لكل المواد. وان شاء الله بعد هذا الفيديو ان شاء الله الخوف تقلل عندك بنسبه جدا عاليه. تمام، هذا الفيديو لكل الطلاب ان شاء الله خوفكم قل، وان شاء الله الله يوفقكم جميعا وتنجحون من هاي المرحله. وصلنا نهايه الفيديو، كل توفيق ان شاء الله. لا تنسوا القناه، اشوفكم ان شاء الله في فيديو ثاني.